السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي ونادي باتشوكا المكسيكي. المباراة إن شاء الله غدا السبت الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. القنوات الناقلة هي بين سبورت والكأس القطرية. للأسف المباراة هتذاع على المشفر، سواء على بي إن أو سواء على الكأس هتكون المباراة مشفرة. المباراة على بي إن هتكون بتعليق علي سعيد الكعبي، والمباراة على الكاس هتكون بتعليق خليل البلوشي. إن شاء الله النادي الأهلي بيتمكن من الفوز ووصل للنهائي مواجهة ريال مدريد. قناة بي إن هتفتح المباراة على المفتوح، على القناة المفتوحة بتاعتها، وهتذيع المباراة النهائية. بداية هنحلل فريق باتشوكا. ما كانش حد في مصر متوقع إن فريق باتشوكا يفوز، وكل الإعلاميين كانت جايبة ملخصات وتقارير عن الفريق البرازيلي. بس قدر فريق باتشوكا انه يفوز. فاز ان هو فريق ضعيف، ولا فاز عشان هو فريق كويس؟ لا، فاز عشان هو فريق منظم. الماتش بتاع النادي الاهلي بكره هيكون صعب. ليه هيكون صعب؟ لان صعوبه الماتش انك عندك امل. يعني احنا لو كنا هنلعب الفريق البرازيلي، ممكن النادي الاهلي لما تدخل ماتش مش انت كده بيبقى ما عندكش ضغط. لما تدخل ماتش ممكن تقدر تعمل حاجه مع فريق زي باتشوكا، بيبقى عليك ضغط، فالفرقه هتكون مضغوطه. يعني صعوبه المباراه انك في امل انك ان شاء الله النادي الاهلي يكسب. احنا ان شاء الله هنحلل فريق باتشوكا عنصر عنصر واسم اسم، ونشوف نقاط القوة والمميزات اللي عند الفريق والعيوب اللي عنده. اول حاجة عندهم في حراسة المرمى الحارس بتاعهم كارلوس. الحارس بتاعهم انا شفته بيعرف يبدأ الكرة من تحت والهجمات من تحت. تاني حاجة التصويب عليه من بعيد كان بيسد كويس. بس هو في الكور العالية تعامل مع كذا كورة كويس، وكذا كورة ما تعاملش معاهم بشكل كويس. فأنا مش عارف هل هو عنده عيوب في المكان ده، ولا مثلا عشان في لعيبة زنقت عليه، ولا الدنيا دي مش عارف. بس هو عجبني كمان في كرة ركنية، مع إنه كان فايز خد الكورة، ما خدش جابش بطانية ونام زي حراس الدوري المصري يقول لك أنا فايز وضيع وقت. لا، شاف زميله في انفراد ووضع إنه ممكن يجيب الهدف الثاني والثالث، لا قام وبدأ الهجمة بسرعة. عندهم ناحية اليمين، عندهم الباك يمين اسمه الفونس. الفونس ده انا ما شفتوش هجوميا، بس دفاعيا هو متميز وممتاز. ليه متميز وممتاز؟ لانه كان بيلعب عليه مارتينيز في بداية الشوط الاول الجناح البرازيلي، وبعدين بدل عليه المادا، وده يعتبر احسن لاعب في الفريق البرازيلي كقيمة تسويقية، ولاعيب مرشح انه يروح نادي كبير في اوروبا. فالباك يمين هنا عجبني دفاعيا وممتاز. اللي هجوميا انا ما شفتهوش. عندهم الباك شمال جونزاليس، مدملك وتخين. بس مع انه ده مدملك، بس كان بيلعب عليه هنريكي. تعبه شويه لان هنريكي هنا لاعب. هنريكي كان بيلعب عليه هنا. كان هنريكي هنا جناح جونزاليس، بس هنريكي تعبه شويه. بس هو عجبني رغم انه جسمه يعني مش فت قوي، مش بدنيا عالي، بس ما كانش بيترقص بسهوله. عندهم قلوب الدفاع رقم اتنين. رقم اتنين اللي هو سيرجيو المدافع الارجنتيني. سيرجيو ده مدافع كويس ويبدا الكره كويس وواقف على رجله، بس اتصاب مش عارف هيلعب المباراه بكره ولا مش هيلعب. نزل نزل مكان المدافع رقم 22 اللي هو جوستافو، برضه مدافع كويس. عندك هنا اندريس ده المدافع الكولومبي الاسمراني، مدافع كورته حلوه برضه، وبرضه بيعرف يقف صح. دفاعهم كويس ومنظم، انا شفتهم دفاعيا فرقه منظمه. هلا الباكات بتاعتها سواء اليمين او الشمال ما شفتهمش هجوميا، وده لعده اسباب، منها انهم كان بيلعب عليهم برضه اجنحه فريق تقيل. عندك في نص الملعب عندهم هنا انريكي وهنا بيدرو. انريكي وبيدرو دول كورتهم مش يعني كورتهم على كدهم. يعني ممكن ما يضيفوش هجوميا، بس لعيبه قطيعه كور ولعيبه بتعرف تستخلص كويس. عجبني برضو المدرب بتاعهم المادا، انه كان بيلعب ضد فريق بوتافوجو، بس رغم كده ما كانش هايب الموقف، وكان بيلعب كرة هجومية، وكان بيلعب بثلاثة قدام. مش عندنا احنا مدرب في النادي الاهلي كل ما بيلعب ضد حرس الحدود، مع احترامي لاي نادي، بيلعب ثلاثة نص ملعب، اتنين رقم ستة، وما فاهمينش حاجة. عندنا ثلاثة اللي قدام كان بيلعب على الشمال، اللي هو اللاعب اللي على الشمال ده اللي هو مين بقى؟ ادريسي. اسامه الادريسي اللاعب المغربي. ده لعيب كورته بسم الله ما شاء الله، وجودته في اللعب يعني لعيبه عالي. اللاعب ده عجبني في حاجه في الهدف الاول اللي جابه الهدف العالمي. عجبني في ايه؟ اللاعب البرازيلي ده كوبري، فكر يخلص الكوبري، لا ما خلصش الكوبري، فكر انه يلعب ايجابي، لعب 1 2، وشفتوا احنا جاب الهدف بالطريقه ازاي. النادي الاهلي لازم اكرم توفيق، لو اكرم توفيق هيلعب بكره، وعمر كمال هيلعب ناحيه اليمين، يمين ناحيه اللاعب ده.
عندك في مركز صناعة اللاعب عندهم اسمه لعيب اسمه ألان ده لعيب خفيف وكورته حلوة يعني هو لعيب خفيف في الملعب وكورته حلوة. هو ده صانع الألعاب بتاعهم. عندك على برضو الوينج هنا ناحية اليمين اسمه جونزاليس زي الباك الشمال، بس جونزاليس ده رقم 14. يعني معلش الأرقام هنا تلقاها متلخبطة، بس جونزاليس ده رقم 14 اللي هو كان اللي اتعور في وشه. جونزاليس ده مش زي الإدريسي يعني، مش ما عجبنيش، مش مهاري عالي، بس إيه يعني كان بيدافع شوية يعني، بس ما عجبنيش قوي يعني، ما لفتش نظري. وعندك في الهجوم مركز الهجوم عندهم اسمه مين؟ راندون. راندون ده انا شايفه لعيب بقى بيعافر بيخبط بيباصي، بس كورته يعني كورته على كده يعني. يعني هو جاب هدف بس كورته على كده. في كلمتين انا عاوز اتكلم بخصوص المدرب بتاعهم المادا. كان فايز 1-0، عمل تغييرين مين؟ طلع بقى جونزاليس اللي هو ناحيه اليمين جناح اليمين بتاعهم، ونزل انخيل مينا. نفس المستوى يعني، ما يفرقوش عن بعض كتير، انا حاسس ان نفس المستوى ونفس الجوده يعني، مش لعيب زي برضه مش زي اسامه، اخطر لعيب اللي هو اسامه الادريسي. ونزل راح طلع مين؟ وراح طلع الان صانع الالعاب، ونزل نيلسون اللي هو رقم 6. اللعيب ده لعيب كولومبي مواليد 2000، عنده 24 سنه، اسمه نيلسون رقم 6، نزل مكان الان. انا طبعا قلت نيلسون ده لقيت هيئته رقم 6، قلت ده هيلعب في نص الملعب. قلت هيلعب يعني نص ملعب مدافع، وزي اي مدرب يلقى نفسه فايز ينزل لعيب قوي بدنيا في نص الملعب. وبعد ما ينزل لعيب قوي بدنيا في نص الملعب عشان ايه؟ هو هيبدا يدافع ويزنق نفسه. طلع الان ده بسم الله ما شاء الله، كورته يعني نص ملعب زي ما بيقول الكتاب، جاب الهدف الثاني وعمل وش في الهدف الثالث، عمل وش رجل قدم خارجي لأسامة الادريسي اللي اداها منها الرندون المهاجم بتاعهم. عمل يعني الواد في نص الملعب دفاعيا ممتاز، وهجوميا كان ممتاز. نخلي بالنا من اللعيب الرقم 6 اللي نزل من على الدكه اسمه ايه؟ قلنا اسمه نيلسون. اللعيب ده رغم ان انا قلت ده المدرب بتاعهم بيتحفظ وطلع الن اللي هو صانع الالعاب بتاعهم الاساسي، لا ده نزل لعيب بدنيا قوي في الدفاع ويفرق في الهجوم. اللي احنا عندنا اتنين رقم 6 هنفتكوا، بس ايه في النادي الاهلي بنفتك بس ما بيضيفش قدام، سواء اكرم او مروان. اما بالنسبه للنادي الاهلي فاتمنى النادي الاهلي يكون حاضر ذهنيا وحاضر بدنيا في المباراه دي. النادي الاهلي في المباريات الكبيره بيظهر ويبان. اتمنى ان تكون التشكيله اللعيبه يعني كلها حاضره. يعني مثلا محمد الشناوي ان شاء الله يكون في حراسه المرمى، نفسي يكون يبدا ناحيه اليمين عمر كمال عبد واحد، علشان حتى لو في ضغط يعني، حتى مع احترامي لخالد عبد الفتاح او اكرم توفيق، هم في الجزئيه الدفاعيه هيضيفوا للنادي الاهلي. الا في الجزئيه الهجوميه عمر كمال هو اللي هيضيفه، هيعرف يطلعنا بالكوره لو كان النادي الاهلي مضغوط. ما حد يقول لي مثلا احنا ممكن نبدا باكرم توفيق باك يمين علشان الادريسي، اما ممكن احنا نبدا بعمر كمال، والراجل مش يعني مش دفاعيا مش سيء للدرجات دي، هو دفاعيا كويس يعني بيجيد المركز ده. ونخلوا اكرم توفيق يلعب يمين ناحيته، يعني اكرم يكون في نص الملعب ويمين ناحيته، ويعملوا جبهه على الادريس ويقفلوا عليه الجبهه اليمين. ناحيه الشمال هيكون يحيى عطيه الله. كنت اتمنى ان اشرف داري، احنا جايبين اشرف داري للبطولات الصعبه دي والبطولات القاريه، كنت اتمنى انه يكون جاهز، والظاهر ان هو مش هيلعب يعني، هو جاهز حاليا بس طبعا ليه فتره ما بيلعبش مباريات، فهل هينفع انه ينزل مباراه زي كده، مباراه حاسمه في نص نهائي؟ فهتكون الثنائيه الاقرب في الدفاع هيكون ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. ياسر ابراهيم ان شاء الله يظهر بشكل كويس، هو في المباريات الكبيره بيظهر، سواء كاس العالم السنه اللي فاتت كان الاربع ماتشات، مع اننا قابلنا مدارس مختلفه، قابلنا مدارس مختلفه، سواء ما لعبنا البطل اليابان، سواء ما لعبنا اتحاد جدة، سواء ما لعبنا بطل البرازيل، فكان بيقابل مهاجمين اشكال وانواع. فكان اللعيب كان ياسر ابراهيم كان ممتاز في كاس العالم للانديه. فاتمنى انه يكون حاضر بكره وحاضر بدنيا، لان هو هيميل ناحيه اليمين برضه ناحيه الادريسي. رامي ربيعه اتمنى انه يكون ايه، ما يتوترش، لان رامي بيتوتر. ليه ذكريات مش حلوه معاه في كاس العالم، خصوصا كاس العالم اللي كان في الامارات اللي اتغلبنا من فريق بالمراس. فاتمنى ان يكون رامي ربيعه حاضر بدنيا وذهنيا زي ياسر. يحيى عطيه الله هيكون ان شاء الله في الناحيه الشمال، هيكون نص الملعب هيكون مروان واكرم وامام عاشور. كنت اتمنى ان يكون مروان وامام وقفشه قدامهم، بس برضو انك انت هتلاعب باك، هتلعب مع جناح شمال زي اسامه الادريسي، فانت محتاج تامين دفاعي من اكرم توفيق يمين ناحيته ويدافع عليه. فخلاص ثلاثيه نص الملعب هتتكون من مروان واكرم وامام. ناحيه الشمال حسين الشحات، ناحيه اليمين هيكون طاهر. المدرب مقتنع بطاهر، انا لو مكان المدرب هلعب مين؟ هلعب برضا سليم. انا شايف رضا سليم الماتش اللي فات كان بيطلعنا بالكوره،
الواد خد ثقه في نفسه. اللعيب اساسا لعيب كويس وممتاز، بس المدرب برضه عند معاهم بعد الوقت. الاصابه برضه اثرت عليه، فانا كنت اتمنى ان رضا سليم هو اللي هيلعب ناحيه اليمين. وادينا بكره هنشوف برضه. والمهاجم الوحيد هيكون وسام ابو علي. بس كده، نتمنى ان النادي الاهلي بكره ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه ونكسب ونقابل ريال مدريد في النهائي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.